السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ إيه ان شاء الله جاية بفيديو بعد الحمد لله ما ربنا تم شفائي، فحبيت اول ما ادخل عليكم بعد شفائي ما الحمد لله ربنا انعم عليا بالشفاء ببركة دعواتكم ليا اخواتي وحبايبي. طبعا اكيد اجمل اخوات واحسن عيلة، ربنا يبارك لي فيكم جميعا. كل اللي سأل عليا وكل اللي اهتم بالسؤال عني، وحدوا لا اله الا الله. فطبعا هنشوف هنحط الرز الفاكهة دي ازاي. انا جبت فاكهة مانجا، تفاح، برقوق، والعنب. ماشي. الفاكهة دي جبتها ب100 جنيه. ب100 جنيه يا بطوط، معلش اي والله ب100 جنيه. تمام. ليه؟ لان احنا نعتبر فردين. احمد يعني هو ممكن احمد ياكل التفاح، المانجا، والبرقوق. ممكن ما ياكلش التفاح والعنب، وانا ما باكلش العنب، وطبعا ممنوع من المانجا. فاكتر حاجه هاكلها التفاح، ممكن اخد برقوق. فطبعا احنا في الوقت دلوقتي الجو حر جدا. ماشي. وما ينفعش ان انا اجيب فاكهه كتير علشان يعني ان انا ابقى جبت فاكهه، لا، انا بجيب استلزاماتي. وبعدين ممكن بكره اما اجي راح اجيب الاقي التفاحه ب60 جنيه، ده الاقيه ب50، المانجا الاقيها ب40. يبقى انا كده ممكن اجيبها رخيصه عن النهارده. معلش انا اسفه، بعتذر. ماشي. فممكن يعني بحيث ان هي تبقى حاجه عندي في البيت يعني. تمام. ماشي. هي كده يبقى عندي الحاجه، وطالما كنا مرة منها في الأسبوع كويسة مش وحشة، بحيث إن احنا ايه ما نكترش على نفسنا في الفاكهة. في 3 حبايات عنب والله 4 هما كانوا مستخبيين في الشنطة، أسيبهم؟ لا طبعا ما ينفعش إن أنا أسيبهم. فطبعا أنا بشكر كل أخ، كل أخت، وكل ابنة حبيبة سألت عليا أو كتبت لي أو اتصلت عليا بالتليفون أو اهتمت بالسؤال بيا. فبشكركم جدا جدا، وبشكر برضو كل أخ اللي اتصل عليا، الإخوات يعني، بشكرهم جدا جدا. هو المفروض يعني أصلا كنت سايبة الفاكهة التانية شوية في المية وشطفتها، فلازم أسيبها شوية عشان لو في أتربة في حاجة اه تنزل. صلوا على الرسول ووحدوا لا إله إلا الله. طيب جبت مانجا وتفاح وبرقوق وعنب ب100 جنيه. ده احنا بنجيب عنب ب100 جنيه حاجة واحدة. ده هقول لك يا ستي، عنقود العنب اللي حضرتك شايفاه قدامك ده جايباه ب15 جنيه. وزن لي ب15 جنيه. ايه؟ عنب اهو، عنب بناتي جميل جدا. تمام. الافراط في الفاكهه، مش كل الفاكهه. في فاكهه علشان حاجه زي المانجا مضره جدا جدا بالكلى، ده اولا. إيه إيه العنب بالنسبة للناس اللي عندهم السكر برضو مش مستحبة، بس أنا
عندي الغالي يعني. بصي، حدث ولا حرج، كل ولا يهمك، ما عندكش مشكلة، كل. تمام تمام. طيب احنا كده جبنا الفاكهة اهو. طبعا انا هفضل المية دي واحط مية تانية عشان العنب ده اول مرة يطلع من الشنطة ويتغسل، لان في كذا ايد اتمدت على القفص بتاع العنب وكده. ف جبنا بكام؟ هقول لكم يا ستي. شوفوا يا سيدي الحبايب، جايبه المانجا الكيلو ب50. تمام، ده كيلو مانجا ب50 جنيه. ده نص كيلو تفاح ب30 جنيه، لان الكيلو التفاح ب60 جنيه. فجبت نص كيلو تفاح ب30 جنيه، يبقى كده 50 و30، 80. 80 و15 عنب، يبقى كام؟ 80 و15 عنب يبقى 95. وجبت 95. تمام. وجبت البرقوق ب15 جنيه. انا قلت له زل ب15 جنيه. تمام. يبقى كده ايه؟ 110. 110 مش 100، 110. تمام تمام. ماشي. هنطلع عنقود العنب بتاعنا. طبعا عنقود العنب انا براه من قبل ما احطه في الميه، متأكدة ان الحمد لله ما فيش فيه حباية بايظة، ما فيهوش حباية وحشة، ما فيهوش اي حاجة، ونضيف زي ما انتوا شايفينه، عامل زي اللولي اهوت. تمام. الشكل ده كده ماشي. تمام تمام التمام يا معلم. ماشي. ايه، هنرصه هنا كده. وكده عملنا طبق فاكهة. تمام التمام. ماشي. مغذي، صحي، رخيص، في نفس الوقت ما كترتش العمل، ما حاولتش ان انا اكتر الشغل شوية ولا حاجة. مش عارفة انا كده صح ولا غلط. انا عملت على قد امكانياتي وعلى قد استخداماتي. معرفش حضرتك ممكن او حضرتك ممكن تعمل امكانياتك ازاي، بس الطبق ده حلو على الاقل ل3 او 4 افراد، وال5 افراد والله حلو، لان مش هنلاقي الكل بياكل نفس النوع. يعني ممكن نلاقي ناس هتاكل عنب وناس مش هتاكله، وفي ناس هتاكل تفاح كده، فاهمني؟ فان انا اجيب من كل نوع حاجه. يعني انا لما اقول للراجل هات لي نص كيلو برقوق، وممكن اقول له هات لي ربع كيلو برقوق. هو مثلا البرقوق ب40 جنيه، النص كيلو ب20، طب هات لي ب10 جنيه. ايه المانع؟ هو مش في دول بيبيعوا الفاكهه؟ لا اله الا الله. مش في دول بيبيعوا الفاكهه بالحبايه؟ صح. وتلاقيها محطوطه في كده في علبه مغلفه بالحبايه، عشان ما يحرجكيش ان انت تقولوا له هات لي حبايه. بياخد احتياجاته. ما هو انت ممكن تجيبها النهارده بسعر، وبكره تلاقي السعر نزل. طيب انا لو جبت الحاجات ديت وقعدتها عندي 3 4 ايام، ما هتبوظ. الجو وحش، الجو حر ومش حلو. فاتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم، وبشكركم المرة التانية والتالتة والرابعة والمليون على سؤالكم عني، عن اتصالكم بيا، وجزاكم الله كل خير، وربنا يحقق لكم امانيكم، وتحققوا اللي انتوا بتتمنوه، وتوصلوا لأحلامكم ان شاء الله، ونحب بعض. يا ريت نحب بعض.
حبوا بعض تلاقي الدنيا حلوة. حبوا بعض. شوفوا الشوك على خير فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم فاطمة الجندي لقناة فاطمة الجندي، وإن شاء الله هرجع لكم ونعمل حفلات ونضحك بإذن الله لو في عمر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس قبل ما أنسى، أتمنى لو الفيديو بتاعي تحط لي لايك، يا ريت الفيديو بتاعي ترفعوه على سطوحكم. أنا برفع للناس كلها على السطوح عندي، لأن السطح مش ملكية خاصة، السطح ملكية عامة للكل. مش من حقك ان انت او انتي تحجر على السطح بتاعك ان انت منزله الفيديوهات بتاعتك انت كلها على السطح عندك وما ترفعيش للناس وتطلبي منهم ان هم يرفعوا لك فيديوهات. انا رفعت الناس كتير قوي قوي قوي، للاسف الشديد لقيتهم ما بيرفعوش ليا، وبرضو قلت مش مشكلة، يمكن بتروح عليهم بتوه عنهم، بينسوا ما بياخدوش بالهم ان انت كاتبه في التعليق عندهم ان انا تم اخد المحتوى عندي على السطح. معنى ان انا اخدته عندي على السطح، حضرتك او حضرتك انت ما دفعتش ايجار ولا انا طلبت منك ايجار، فليه ما ترفعش لي انا كمان منتدى عندك، او ترفعي لي يعني كمان منتدى عندك؟ ليه ما بنشجعش بعض؟ فعشان كده بقول لكم حبوا بعض، وقبل ما تحبوا بعض حبوا نفسكم. صدقوني صدقوني، لو حبيتوا نفسكم هتحبوا بعض، لان اللي بيحب بيبقى عايز كل الناس تبقى في نفس المكانة اللي هو فيها، لانه بيحب نفسه، فعشان كده بيحب الناس. فانا اتمنى منكم ان لو الفيديو بتاعي عجبك، اتمنى ان انت تشاهدي لي بما يرضي الله. مش حابه اطول عليكم، يعني لو اعتبرت ان انا عندي 1000 مشاهد، 1000 مشترك اقصد، المفروض يبقى عندي 1000 مشاهد على المحتوى بتاعي. معلش حضرتك، مش حضرتك او حضرتك المحتوى بتاعك مش افضل من المحتوى بتاعي، ولا انا المحتوى بتاعي افضل من المحتوى بتاعكم. تمام؟ كل واحد بيجتهد باللي هو قادر يجتهد بيه واللي هو قادر يعمله. فانا بعمل على قد امكانيات بيتي وامكانياتي، وبوريكي دي معيشتي وده يومي وده طبيخي. تمام؟ فحضرتك برضك نفس الحكاية، بتوريني امكانيات بيتك اللي اذا كنت بتحب يعني على رأي البولا كده تتفشخر فشخرينا. ماشي؟ لا انت اتفشخرتي بقى، دي حاجة انت حرة فيها. هل انت مستواك المعيشي يسمح لك ان انت تعملي الحاجات دي يوميا؟ لا والله. انا ماشية زي ما انا كتاب عندي بيقول، او بيتي بيقول، او جدولي بيقول، او مستواي المعيشي بيقول. فاتمنى ان الفيديو يعجبكم، واتمنى ان انتم ما تملوش مني ولا تزهقوا، ودعواتكم ليا ان ربنا يكمل شفايا على خير، وان شاء الله نرجع ونعمل فيديوهات ونعمل حفلات ونحب بعض. فاطمة الجندي.